تخيل لو الإنسان فقد القدرة على النسيان. تخيل لو في يوم صحيت من النوم واكتشفت إنك فاكر كل حاجة حصلت في حياتك بالتفصيل، كل موقف، كل كلمة، كل إحساس، ولا ذكرى واحدة اختفت مع الوقت. إحنا دايماً بنشتكي من النسيان، بنزعل لما ننسى اسم حد أو موقف مهم أو ذكرى عزيزة علينا. بس هل سألت نفسك قبل كده، هو النسيان حاجة مفيدة ولا حاجة وحشة؟ ده اللي هنعرفه بعد الانترو. تخيل لو كل لحظة عشتها في حياتك فضلت محفورة في عقلك للأبد، ولا موقف محرج عدى عليك اختفى، ولا لحظة حزن اختفت مع الوقت، ولا حتى كلمة جارحة قدرت تنساها. تخيل لو عقلك بقى عاجز يمسح أي ذكرى. كل موقف محرج حصل لك في طفولتك هتفتكره بنفس الشعور. كل خسارة، كل ألم، كل خوف هيبقى حاضر كأنه حصل امبارح. في علم النفس في حالات نادرة جدا لأشخاص عندهم ذاكرة شبه كاملة. الناس دي بتقدر تفتكر أيام كاملة من حياتهم بالتفصيل، لكن المفاجأة إن أغلبهم بيعاني بشدة نفسياً. ليه؟ لأن النسيان مش بس بيمسح التفاصيل، النسيان بيخفف الإحساس. لو الإنسان فضل شايل كل ألم بنفس قوته، عقله ممكن يفضل عالق في الماضي، وده ممكن يخليه يعيش القلق أو الحزن بشكل مستمر. تخيل إنك كل ما تمر جنب مكان معين ترجع لك كل المشاعر اللي حسيتها فيه قبل كده بنفس الشدة كل مرة. هل ساعتها هتعرف تكمل حياتك طبيعي؟ تخيل لو الإنسان فقد القدرة على نسيان أخطاء الآخرين. أي خلاف بسيط بينك وبين صديق هيفضل حي في ذاكرتك للأبد. أي خيانة، أي كلمة غلط هتفضل واضحة كأنها حصلت حالاً. العلاقات الإنسانية بتعيش على حاجتين: الذاكرة والتسامح. والتسامح غالباً محتاج النسيان، أو على الأقل تلاشي الألم. لو البشر بقوا فاكرين كل التفاصيل السلبية، ممكن الثقة بين الناس تقل جداً. الجوازات ممكن تنهار أسرع، الصداقات ممكن تبقى أقصر، حتى العلاقة بين الأهل وأولادهم ممكن تبقى معقدة أكتر. المجتمع نفسه ممكن يتحول لمجموعة أفراد فاكرين كل حاجة عن بعض، لكن مش قادرين يبدأوا من جديد. تخيل عالم ما فيهوش فرصة حقيقية للغفران، لأن الماضي عمره ما بيختفي. تخيل لو كل تجربة فشل حصلت لك فضلت واضحة بنفس الألم. العلم بيقول إن المخ أحياناً بيقلل وضوح الذكريات السلبية مع الوقت علشان الإنسان يقدر يحاول تاني. النسيان بيدي فرصة للشجاعة. لو الإنسان فضل فاكر كل مرة فشل فيها بالتفصيل، ممكن يبدأ يخاف يجرب من الأساس. الابتكار والمغامرة وحتى التعلم محتاجين مساحة للنسيان، لأن المخ لو احتفظ بكل الأخطاء بنفس القوة ممكن يتحول لحارس يمنعك تتحرك بدل ما يساعدك تتطور. تخيل طفل بيتعلم يمشي، لو فضل فاكر كل وقعة بنفس الإحساس، هل كان هيحاول يقف تاني؟ تخيل لو البشرية كلها فقدت القدرة على النسيان. التاريخ نفسه هيبقى حاضر في عقول الناس، مش في الكتب بس. الحروب القديمة، الصراعات، المآسي هتفضل عايشة داخل كل جيل. هو صحيح ممكن العلم يتقدم أسرع لأن مفيش معلومة هتضيع، لكن في المقابل ممكن الكراهية والخوف يفضلوا متوارثين بقوة أكبر. المخ البشري مصمم يوازن بين التذكر والنسيان، زي ميزان دقيق لو اختل ممكن يغير طريقة إدراكنا للحياة بالكامل. يمكن النسيان مش ضعف زي ما احنا فاكرين، يمكن هو مساحة
بيسيبها العقل علشان نعرف نبدأ من جديد. في النهاية، لو كل ذكرياتك الحلوة والمرة فضلت معاك بنفس الوضوح طول عمرك، هل كنت هتبقى شخص أقوى ولا شخص عالق جوه ماضيه؟ ولو كان عندك الاختيار، تحب تفتكر كل حاجة ولا تسيب لعقلك حرية النسيان؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، واشترك في القناة علشان تكمل معانا رحلات تخيل لو الجاية. يمكن السؤال الحقيقي مش ليه بننسى، يمكن السؤال هو ماذا لو النسيان هو الشيء اللي بيخلينا نقدر نعيش أصلاً؟